قطاع زراعي واحد بيأكل ملايين الناس وبيشغل آلاف العمال وبيشتغل طول السنة. لو قلت لك إن في ناس بتكسب ملايين من صناعة الدواجن من غير ما يربوا كتكوت واحد، هتصدق؟ أنا المهندس سيد عيسى بخبرة سنين كتيرة في صناعة الدواجن، اشتغلت مع أكبر المزارع في مصر والوطن العربي وأوروبا. شفت فرص ضخمة وأخطاء قاتلة. في السلسلة دي هشارككم أسرار السوق وأحدث الإحصائيات علشان كل مستثمر أو مربي يعرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح. ليه اخترت أبدأ بالدواجن؟ لأن ببساطة الدواجن مش بس مصدر بروتين أساسي للمستهلك، لكن كمان هي ركيزة مهمة في الاقتصاد. احنا بنتكلم على صناعة بتوفر شغل لآلاف الناس وبتغطي احتياجات سوق ضخم من القرى لحد المدن. الميزة الكبيرة في مجال الدواجن إنه مرن جدا، تقدر تبدأ بمستوى صغير وبعدين تكبر تدريجيا، أو تدخل باستثمار كبير من البداية. غير كده دورة الإنتاج قصيرة، يعني رأس المال بيرجع أسرع مقارنة بأي أنشطة زراعية تانية، ودي مجرد البداية. في الحلقة الجاية هنتكلم إزاي صناعة الدواجن اتطورت من زمان لحد النهارده. فكر كده، انت شايف نفسك فين في الصناعة دي دلوقتي؟